كلب بتنحدر سلالته من عملية تهجين لسلالتين من الكلاب، وهو كلب البولدوج وكلاب الترير. الكلب ده يعتبر من السلالات المختلطة أو المعروفة بالهجينة، والهدف الأساسي من تطوير وتهجين النوع ده من السلالات إنتاج كلاب تمتلك مهارات قتالية عالية. والكلاب دي ليها دور مهم جدا في الصيد والأغراض البوليسية، زي مساعدتهم في البحث والإنقاذ. برغم خطورة الكلب ده وسلوكه العدواني وتدريبه على القتال، لكنه من الكلاب الأليفة. الكلب ده مش بيعض زي باقي الكلاب وخلاص، لكنه بيقوم بهجوم كامل بسبب مهاراته الجسدية اللي مش بيمتلكها معظم الكلاب. هنتكلم النهاردة عن كلب البيتبول. أنا إبراهيم. لو أنت مهتم بعالم الحيوان والقصص الغريبة يبقى أنت في مكانك الصحيح. ادعمني بلايك واشتراك. بسم الله، يلا نبدأ حلقتنا النهاردة. زي ما قلنا في أول الفيديو، تم تطوير كلب البيتبول عن طريق عملية تهجين الكلاب البولدوج مع كلاب الترير في القرن التاسع عشر في إنجلترا واسكتلندا وأيرلندا. والكلب ده كانوا بيستخدموه في الرياضات الدموية في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة. تم منع النشاط ده سنة 1835 لقوانين حقوق الحيوان، والرياضة الدموية دي لسه موجودة لكن بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة الأمريكية. أنواع كلاب البيتبول. كلب الترير البيتبول الأمريكي بيتميز بحجمه المتوسط وشعره القصير وجسمه القوي جدا وذكائه العالي. وكلب الترير ستافوردشاير الأمريكي اللي بيتميز بحجمه المتوسط وشعره القصير برضه. وكلب البولي الأمريكي اللي بيتميز بأحجامه وألوانه المختلفة. كلب الترير البولي ستافوردشاير برضه بيتميز بحجمه المتوسط وشعره القصير، وبيمتلك صدر واسع وأكتاف قوية. سلوك كلاب البيتبول العدواني الناتج عن القوة الجسدية وعقله اللي مش بيفكر غير في القتال بس، ده غير ذكائه العالي. تتميز السلالة دي بفكها القوي جدا، لو عضت أي حاجة بتمسك فيها بقوة كبيرة جدا، وبتفضل عضة بأنيابها على ضحيتها حتى لو اتصاب بضربة مؤلمة مش بيسيبه أبدا. وده اللي بيخلي كلاب البيتبول من الكلاب الخطيرة جدا على الإنسان، ولازم تحذر منها ومن تربيتها. طبعا لو الكلب ده اتدرب بشكل كويس تحت إشراف متخصص أكيد ده هيقلل من خطورته وعدوانيته. كلب البيتبول بيهاجم لما بيحس بالتهديد، وكمان لو صاحبه حفزه للقتال بيختار القتال على طول ومش بيهرب أبدا. في الولايات المتحدة الأمريكية تم إصدار بعض التشريعات اللي بتحدد من ملكية الكلب ده بعد ما هجمت على عدد كبير من الأطفال وكبار السن وأدت لإصابات خطيرة. مميزات كلاب البيتبول: كلاب وفية وبتحب صاحبها جدا وبتحس بالسعادة لما بترضي صاحبها. على الرغم من خطورة كلاب البيتبول وعدوانيتها، لكنها في بعض الأوقات محبة ولطيفة جدا لو اتعاملت على أساس محبة وثقة. بطولات كلاب البيتبول. هقول لك على قصص حقيقية بطولية لكلاب البيتبول اللي خلت شهرتها بقت كبيرة جدا. الكلب ويلا قدر ينقذ 32 شخص و3 خيول و29 كلب وقطة عام 1993 في وقت الفيضان اللي حصل في جنوب كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية. الكلب دي بوي اللي أخد 3 رصاصات في جسمه علشان يحمي صاحبه وعيلته من هجوم الحرامية. والكلب بوب سايكل اللي قدر عام 1998 يكشف أكبر عملية لتهريب المخدرات في ميناء هيدالجو في تكساس. والكلب نورتون اللي قدر ينقذ صاحبه من الموت بعد ما تعرض للدغة عنكبوت، وتم ضمه إلى قاعة مشاهير بورينيا للحيوانات بعد العمل البطولي ده. الكلبة ليلي اللي قدرت تنقذ صاحبها بعد ما أغمى عليه على طريق القطر. الكلبة دي قامت بعمل بطولي، فضلت تشد في صاحبها بعيد عن القطر، وفعلا الكلبة دي قدرت تنقذ صاحبها بس للأسف خسرت رجليها في الحادثة دي. طبعا الكلاب دي لها دور قوي في مساعدة المكفوفين وبتعتني بالمرضى وبتساعدهم على المشي، وده يثبت قد ايه كلب البيتبول عنده وفاء لصاحبه مهما كان الكلب ده عنده سلوك عدواني خطير. اتمنى تكون الحلقة عجبتكم. لايك وسبسكرايب بالحب. اشوفكم في فيديو جديد. سلام.